بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وآل محمد. يسعد صباحكم حبايب قلبي، شلونكم؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله رب كلكم بخير وصحة وسلامة. طبعا اليوم راح أسوي أنا وياكم بهارات الكليتشة. طبعا شوفوا بنات، أنا راح أسوي لكم بهارات الكليتشة، أو أكو ناس يسموها حوايج الكليتشة، تبقى حسب المسميات. بس طبعا ما احكي لكم ايش قد طيبه هاي البهارات وريحتها تجنن، واكيد راح اكتب لكم اياها المقادير في صندوق الوصف. بس ما اعرف يعني هذا البهارات راح انزلها ويا طريقه الكليتشة مالت العيد او فيديو واحده، ما ادري. فلا تنسون اللايك حبايب، وخلينا نقول بسم الله ونبدي. طبعا اول شي هنا عندي هاي جوزة البوا او جوزة الطيب. شوفوا طبعا انا تعمدت جبت اثنين، هاي وحده كبيره وحده صغيره. اذا ما عندكم بس هذا الحجم تستخدمون نص، يعني نص تبرشوه وتخلوه. انا بالنسبه لي عندي هذا الحجم، راح اخليها. طبعا هاي البهارات كلها راح اطحنها سويه زين حبايب، وراح استخدم ذن المكيالات الكبيره والصغيره. اذا ما عندكم منعتن كلش عادي، تقدرون تستخدمون الخاشوقه مالت الاكل، تخلون خاشوقة كاملة بهاية ونص، يعني نص خاشوقة بخاشوقة الأكل. هسه واضح حبايب. أول شي بيه راح نبديه هو الهيل. هاي وحدة شوية صعبة، وهاي اثنين، وهاي ثلاثة كل. هسه هنا حبايب خلينا خلينا نقول ثلاث خواشيك من الهيل، وخلينا جوزة الطيب وحدة صغيرة، وقلت لكم إذا كبيرة تستخدمون نص. هسه هنا راح نخلي هذا اليانسون بنات، اسمه يانسون. طبعا الحباية مالته تشبه حبة الحلوة، بس هو اللون مالته يختلف. خلي اشوفكم الفرق. شوفوا بنات، هاي حبة الحلوة، هاي طبعا قسم من عتها مطحون، بس هي تشبه حباية اليانسون، لازم تفرقون بيناتهم. طبعا هنا راح اخلي مكيالة واحدة من اليانسون، وراح اخلي مكيالتين من الحبة الحلوة. طبعا كلش عادي حبايب، اذا قسم من البهارات عندكم مطحونة عادي. انا بالنسبة لي كلها راح احطها سوا واطحنها بالطاحونة. هاي 2 حبة حلوة. راح استخدم دارسين. انا الصراحة ما عندي الدارسين الاعواد، عندي هذا اهم اني طاحنته بالبيت. راح استخدم هاي النص خاشوقة، يعني نص خاشوقة عندكم، هاي المكيالة الصغيرة. لا تخلون اكثر لان الدارسين بنات ريحته قوية. وراح اخلي هاي الكزبرة، اكيد كلكم تعرفوها، همين راح اخلي وحدة. طبعا بنات هاي البهارات من تنطحن تطلع ريحتها تجنن. واخير شي بنات عندي هاي الكباب الحلوة او الكباب الصيني، راح اخلي نص خاشوقة. هنا بنات طبعا ما قدرت اصور الطاحونة لانه تعكس. اي طاحونة عندكم حبايب. بالنسبة لي خليت كل البهارات اللي قلت لكم عليهن، وراح اطحنهن طحن كلش ناعم. ويفضل بنات بعد ما تطحنوهن تخلوهن بشيشة قزاز، يعني راح تحفظ العطر مالت البهارات فترة اطول، يعني عن تجربة. زين حبايب. فهسه راح اطحنهن طحن كلش ناعم، ويبقى مكون واحد راح اضيفه بالاخير. وهاي البهارات بنات بعد ما طحنتها طبعا ريحتها صارت تجنن. اخير شي راح اخلي
خاشوقة مليانة من حبة البركة أو حبة سودة. طبعا هاي ما تنطحن وتنطيها طعم كلش طيب. ملاحظة حبايب، طبعا إذا ما عندكم الطاحونة تقدرون تستخدمون الهاون كلش عادي. زين بنات، بس جوزة البول عفو أو جوزة الطيب تبرشوها بالمبراشة، يلا تضيفوها بالهاون. بس حبيت أوضح لكم هاي الشغلة. حبايب قلبي، هسه شفتوا طريقة الحوايج الكليتشة. انتظروني ان شاء الله اسوي لكم الكليتشة، بس اتمنى ما تبخلون عليه باللايك وتشاركونا الفيديو ويا احبائكم واصدقائكم. وهاي البهارات بنات او الحوايج مالت الكليتشة، طبعا انا حفظتها بهاي الشيشة القزاز. طبعا ظلمة المطبخ لان الكهرباء مقطوعة. حفظتها بهاي الشيشة القزاز لان قلت لكم بنات اذا بالشيشة القزاز تبقى اكثر فترة، يعني ريحتها تبقى قوية. زين بنات، طبعا اتمنى استفاديتوا من هذا الفيديو. انتظرونا ان شاء الله بهاي الايام انزل لكم كل انواع الكليتشة، يعني اللي بالزيت، اللي بالزبد، اللي بدهن جنة. وبنفس الوقت راح نحكي على اسعار الكليتشة للبنات اللي عندهم مشاريع صغيرة بالبيت. وطبعا اللي يحب يطلب كليتشة، أنا مكاني كربلاء وعندي خدمة توصيل لكل مناطق وأحياء كربلاء. راح نحكي على الأسعار، وراح نحكي على الكليتشة الاقتصادية إذا حابين يسووها بالزيت إلى آخره. فأتمنى حبايب ما تقصرون علي باللايك وتشاركونا الفيديو يا أحبائكم وأصدقائكم. وطبعا البهارات بنات أنصحكم تسووها بالبيت. ليش؟ أولا على إيديكم وأضبط يعني وأطيب وأنظف، وصدقوني ريحتها تجنن توصل السابع جار. وهسه يا حبايب أترككم بحفظ الرحمن ومع ألف سلامة.